بعد كده نرجع تاني مع الكابتن محمد يوسف. في عرض من بره وفي عرض النادي الاهلي، ولسه ما قررتش، ولسه بدرس العرضين والافضل والاحسن، وربنا يسهل يعني اللي ربنا شايف فيه خير ان شاء الله اخده يعني. لغايه وقتنا هذا ما خدتش القرار، فربنا يكرم ان شاء الله يكون. والله لسه بفكر يعني، وبصلي استخاره كده وربنا يكرم ان شاء الله. العرض المالي من الاهلي ولا امور تانية اللي لسه؟ انا مش باصص والله العرض المالي خالص يعني، هي الدنيا كلها قريبه من بعض، لكن يعني ببص لحاجات تانية يعني حوالين العرض المالي. الظروف اللي بتمر بيها البلد والكلام ده برضه؟ كل حاجه بقى، الرياضه، الظروف اللي مرت بيها الرياضه والبلد وعدم الاستقرار اللي مش موجود، وانا ما استحملش تاني يعني ابطل كوره واقعد مثلا 6 شهور تانيين في سن اللي انا فيه ده. فلازم يبقى يعني في حاجه ثابته وفي حاجه منتظمه ليا، ماتشات مستمره، الحاجات دي كلها انا محتاجها دلوقتي، عشان انا بعدت 6 شهور وسني داخل على 32، فانا ما استحملش تاني توقف يعني. في ماتشين وديين هنا قريب يوم 11 و15، ربنا يكرم ان شاء الله واخد منهم جزء يعني بالاتفاق مع الكابتن يوسف طبعا. وفي بعد كده ماتشين في الدوري اخر 6 ان شاء الله برضو يبقى ليا نصيب واشترك، وبعد كده ابقى مستعد للدوره الرباعيه ان شاء الله. شيبسي جامبو، بطاطس اكتر بنفس السعر.